صعد العلويون إلى السلطة في القرن السابع عشر بدءا من مولاي الشريف بن علي الذي أعلن سلطانا على منطقة تافلالت عام 1631. استطاع ابنه الرشيد الذي حكم من عام 1664 إلى 1672 توحيد البلاد وتهدئة وضعها بعد فترة طويلة من الانقسامات الإقليمية الناجمة عن إضعاف السعديين. تولى شقيقه إسماعيل فترة من الحكم القوي بين عامي 1672 و 1727، وهي أطول فترات حكم أي سلطان مغربي. وبعد وفاته غرقت البلاد في حالة من الفوضى إذ تنازع أبناؤه على خلافته، لكن أعيد فرض النظام في عهد محمد بن عبد الله في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. حكم العلويون على أنهم سلاطين مطلقين حتى عام 1912، عهد الحماية الفرنسية والإسبانية على المغرب. وعندما تم إلغاؤها عام 1956 استأنف محمد الخامس الذي دعم القضية القومية دور العلويين في القيادة المستقلة للدولة، واستمر خلفاؤه الحسن الثاني ومحمد السادس حكم السلالة الملكية.